اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم الغير مفضل البودكاست الجامعي. طبعا غيبه طويله جدا، كان عندنا امتحانات بطنه، الحمد لله خلصنا الامتحانات وشنا طبعا باين عليه ان احنا لسه طالعين بس الحمد لله يعني خلصت على خير. قول النكته قول كان مش عارف يقول. ايوه مش عارف اجيبها، قولها. افتح بقى يا حبايبي. وانت شيل عامل الحته دي. شيلها طبعا. شيلها والله. شيلها من عندك انت. بعد ما خلصنا البطنه وفي الليالي الحزينه اللي احنا عشناها، شرشر قال لنا انه عايز يتجوز. فطبعا قعد شرح لنا فتاة احلامه اللي هو بيحلم بيها، فاحنا قررنا ان احنا نشاركه فتيات احلامنا عشان يعني ان شاء الله لو في مرشحين عشان المعجبات عادي يقدموا السي في. انا في واحده معجبه بيك يا عبادي. دول كتير يا ابني، عرفوه في الكومنتات يا المعجبات، اثبتوا له وجودكم. في السن اصلا اللي احنا المفروض بنتجوز فيه وكده، فاحنا بقى الشباب اللي زينا بقى المفروض كانوا بيتجوزوا ازاي ولا بيخطبوا ازاي ولا بيعملوا ازاي، وعلى اي اساس اصلا بيحدد خطيبته دي يخطبها فين ولا امتى وكده، مش عارف بقى. فانت ايه حد يقول لنا حاجه؟ هو بص، العامل المشترك ما بيننا كلنا يعني احنا دلوقتي كام واحد في الاوضه؟ 6. العامل المشترك ما بيننا العامل المشترك ما بيننا كلنا ان احنا كلنا سنجل يعني. ف مع ان احنا عندنا 23 سنه، في ناس بنعرفهم. انا قصدي سنجل من الناحيه الرسميه يعني. ف واحنا عندنا 23 سنه ومش وقلنا نعرف ناس متجوزين، نعرف ناس مخطوبين، معظمهم مخطوبين يعني. وفي سننا كمان. بالظبط. ليه يا عبادي؟ الراجل كل راجل فينا دايما بيبقى فيه واحده شاغله باله حتى لو هو ما يعرفها، عشان ايه الجينات؟ يعني مش مسألة كده، يعني حتى لو ما فيش بنت مثلا وهو يعرفها مثلا كده، لازم حتى بنت من افكاره. ما بقول لك عشان هو عايز ينقل جيناته، عايز ايه؟ ينقل جيناته. انت محل يا جدعان والله. ايه يا ابني؟ خلاص يعني الواد ده بتخدني عشان قديم قوي. طب خليك كده ماشي معايا. قول لك لانس، دايما في بنت في دماغك، حتى لو مش بنت حقيقيه، في بنت في افكارك. ليه دايما كل راجل في بنت شغله دماغه؟ قصدك عن النسوان بتشغل ما ده طبيعي اصلا. انت عايز تشتغل فيه عشان ينقل جيناته. بس يا جدعان العيال دي مش عايزه تجاوب على السؤال، اجاوب انا عادي. انا والله من وجهه نظري شايف ان كل ذكر فينا دايما في عنده غريزه اتجاه الست دي غريزه ربانيه. طب ما دي اسمها ينقل جيناته يا عم، هو لما انا قلت ينقل جيناته بقت وحشه؟ كمل. حتى لو الغريزه دي مش غريزه جنسيه، ممكن تكون غريزه ان هي بتحفزه ان هو يبقى انسان احسن. ليه؟ علشان انا مثلا بفكر ان انا هيبقى في حد شريك حياتي، انا هبقى ملتزم ان انا ده ملزم مني ومسؤول مني، فانا لا لازم اكون في مكان احسن. وحتى مش الست بس، بعد كده تبدا تفكر في عيالك والنقطه دي. فدي غريزه انت لازم برضو تحطها في دماغك، لان انت تدفعك دايما قدام. يا اسطى انا شايف ان الستات ممكن الراجل ممكن ينجذب للست لان هو غالبا بيبقى عنده نقص هو حاسس انها ممكن تملاه. هو حاسس ان حياته هتتحسن لو دخلت ست في حياته ومالت الفراغ اللي عنده ده. بنسبه كبيره غالبا اصلا ما بتبقى، يعني الفراغ اللي في حياته مش بيبقى بسبب عدم وجود ست، يعني هو بيبقى بسبب حاجات تانية والنقص وانعدام حاجات تانية عنده. بس هو بيبقى في دماغه ان هو هيتحل بمجرد ما يتجوز. دي حاجه بشوفها وبلاحظها وبتضايقني عموما في الشباب يعني عموما. حتى انا لما بفكر كده ساعات اللي هو انا حاسس ان مشاكل كتير هتتحل لما اتجوز مثلا، او لما يبقى معايا بنت بقى وبتاع. مع ان غالبا لو فكرت في الموضوع بعقلانيه بزود المشاكل، مش بسبب زود مشاكل، هو ملوش علاقه بمشاكلي اصلا. يعني انا دلوقتي معيش فلوس مثلا، لما اتجوز هيبقى معايا فلوس؟ لا برضه. لو انا دلوقتي حاسس اني مثلا قاعد مثلا في ظروف وحشه وما اعرفش وحرب عالميه ومش عارف ايه، لما اتجوز الموضوع مش هيتحل. بس انا حاسس ان الجواز هيريحني، مع اني لا مش شرط. لا بس انا مش حاسس ان اثناء الحرب ده اللي بيفكر في الجواز بيبقى عايز يلحق قبل ما يموت. لا بس انا قصدي ان انت فعلا ممكن تبقى انت في دماغك انك عايز حاجه على اساس انها تحل لك مشاكلك، بس هي اصلا مش هي اللي هتحل لك مشاكلك. مش عارف، بس بحس برضه ان الجواز هو مش هيحل مشاكل، بس بحس اصلا اللي هو بيريحك. يعني انت المفروض اصلا بتكون مثلا واصل لحاجه معينه في حياتك وعايز انت تكمل، فانت بتيجي اصلا في سن معين بتبدا اصلا تفكر في الموضوع ده بشكل غير طبيعي، زي انا دلوقتي كده ماشي. فانت اصلا ما تعمل حاجه دي تبدا تركز في حاجات تانية، فاهم؟ بس مش اللي هو اصلا يحل لك مشاكل ولا حاجه، بس هو بحس اصلا اللي هو بيكمل حاجه كانت ناقصاك فعلا. ايوه يعني انا عمال بعمل مثلا بروجريشن في جزء تاني من حياتي،
بس الجزء ده واقف، اللي هو أيوة. انا خلاص ده وقته بقى ان انا اشوف محتاج بقى طب أبدأ. انت ليه بتقول دوت؟ مش ممكن دوت يعني؟ انا برضو بحس ان هو بسبب ان انت حاسس ان اللي حواليك بيعملوا حاجه ممكن مش شرط تبقى مناسبه ليك. ايوه بالظبط. يعني مش شرط ده يبقى وقته، هو وقته دي ما يختلف مش من بقول حد لك لحد. أصلاً. ما هو وقته ده بقى يعني بناء على المجتمع على حسب بتاعنا. كل واحد، لا على حسب كل على واحد حسب برضو انت مقدرتك يعني. برضو. انت شايف ايه الوقت المناسب اول ما مفيش الجواز وقت مفيش مناسب. وقت مناسب. اول ما ابلغ. لا لا هو ده سوبر. بص كان يعني الحته بتاعت برضو الوقت المناسب، مفيش وقت مناسب. الفكره بس ان انت الواحد بيحس فعلا ان حاجه ناقصاه زي ما عبادي قال لما بيشوف ان كله بيعملها، فانت حاسس ان انت غريب، اللي هو انا ازاي يعني مش خاطب لحد دلوقتي، ده الناس كلها خاطبه واللي في سني خاطبين واللي مش عارف ايه، فبيحس ان هو يعني غريب، اللي هو مش عايش طبيعي يعني. بس حته بقى عايز اكمل حته تانية خالص، مش مهم حوار ان انا ليه بحب النسوان. ما لا، استنى. انا سالت في حلقه قبل كده، انا قلت هو ليه البنات بتكره كلمه نسوان؟ هو مش غريبة بقى، صح؟ مش رد فعل قول يا طبيعي. باشا، قول نسوان أيوة. ولا يهمك. لا البنات ليه الرجاله بتحب البنات حاجه بديهيه مش محتاج ارد عليها يعني. بس الفكره بقى ان انا بكره حاجه في الناس اللي هم الرجاله اللي بيحبوا الرجاله. لا المحن بقى، تعال نتكلم جد بقى. بكره المحن قوي يعني. ليه بقى المحن ليه بكرهه؟ بشوفه فين؟ بشوفه اصلا ان الناس او الولاد بيحاولوا يعني يفرضوا عليك فكره الحب. انا مفيش حاجه، انا بالنسبه لي انا يعني مفيش حاجه اسمها حب. انا متفق معاك. الحب ده هو مجموعه مشاعر زي الاهتمام زي الحنيه زي مش عارف ايه، بس مفيش حاجه اسمها انا حب من اول نظره. هو ايه اللي حب من اول نظره؟ مفيش حاجه اسمها كده. والحاجات اللي بنشوفها في المسلسلات والافلام دي حاجات برضو دعايه تاخد في عليها فلوس، وبيعملوا كده مش عشان يعني ان انت تحس بمشاعر، والاغاني اللي انت بسمعها كل ده هري. وكل الفكره ان هو مجرد مشاعر اهتمام، مجرد مع كوكتيل بتاع. واحد يقول لي طب انت ازاي بقى بتحب امك؟ لو امك بتحبك وانت صغير يا عم بتطلع عبط بقى يعني. مش هبل بقى عشان اول ما اتولدت اول ما اتولدت لقيت واحده بتهتم بيا ومش عارف ما اعرفش ليه، هكرهها ليه يعني؟ ابقى غبي يعني. لا بس الحب موجود يعني. الحب موجود، ما انا بقول الحب موجود، بس هو اختلاط مشاعر عن بعض. مفيش حاجه اسمها حب للحب يعني. مفيش حد ما بيبقاش انا يعني الحب هل بيجي من غير اهتمام؟ يعني انا لو انا بقول له اي واحده دلوقتي مخطوبه او لو واحده متجوزه او واحد متجوز، لو الشريك التاني بتاعك ده ما بيدكش تمام كده ما بيحبكش، لان هو فقد جزء كبير من التعريف الكبير اللي اسمه الحب. فبس بقى بعد مش كده اسمها هو ما- بيحبني بس ما بيهتمش. ياما ناس اتجوزوا بعض ما يعرفوش بعض انا وبيحبوا مختلف بعض معاك في جدا. الحته دي. الاهتمام ساعات الزياده بيبقى مرض. انا مختلف معاك في الحته دي ليه؟ لان انا شايف ان مش هو مفيش مشاعر معينه للحب. الحب ده هو عباره عن انك تلاقي الميكس المناسب ليك. يعني في حد الميكس المناسب ليه اهتمام مثلا 70% مع حنيه 30% مع ما اعرفش ايه، اكتر من كده او اقل من كده هو يحس ان الشخص دوت مش مناسب ليه، حتى لو الشخص دوت المفروض بيدي كل حاجه طب اكتر. بص انا مش شايف هو كده. ممكن حد انا شايف ايه ان الحب ده بيبقى بروسيس. يعني انا شفت واحد اعجبت بيه، شفت واحده اعجبت بيه. انا بطل بالحقيقه. واحد ده يعني انسان. انا مش مستوعب الموضوع. واحد ده يعني انسان. يا عم قلنا ما تقولش حاجات دي على اليوتيوب. مش اتفقنا قبل الحلقه قعدت خلاص تقول يا عباد بقى. دلوقتي انت شفت واحده اعجبت بيها، جميل، ده اول خطوه في بدايه البروسيس بتاعت الحب. اعجبت بيها، بدات مثلا تتعامل لا معاها. انت مش لسه قايل من شويه الحب مش موجود. ما انا هقول لك اهو، ما ده اول بروسيس. لا قلت لك الحب ده بروسيس، دي اول خطوه. بدات تتعامل معاها بس طبعا في الحدود يعني والكلام ده. شفت مثلا ان شخصيتها مناسبه ليك، هتبدا التعامل تفاهم زاد، تفاهم مش عارف ايه، بعد كده بتبدا الخطوبه بتعرفوا بعض اكتر كده. كل ده انت بتبدا بقى العشره والكلام ده. يعني هل مثلا انا ما بحبكوش كاصحاب؟ بنحب بعض عادي كلنا. على طول الواد ده بيلمع والله. هو بيلف. انتوا طلعوا شغال يلف ويرجع نفس الدور. البروسيس بتاعتنا برضو ان احنا بقينا اصحاب مش عارف ايه وكده، وفي بينا حب والكلام ده برضو جاب التدريج ان احنا بقينا شفنا بعض اتقابلنا مش عارف ايه كده. فهو الموضوع بنفس الطريقه دي. لا طبعا مش بنفس الطريقه دي. على فكره نفس حبك لامك، نفس حبك لابوك، نفس حبك لاخواتك. انا شايف اصلا ان الحب موجود يا اسطى، وبشكل يعني بشكل واضح، مش اللي هو بشكل مبهم زي الناس بتقول او مش موجود. لا انا شايفه بشكل واضح. عشان يا اسطى ممكن انا هو كلام عبيط شويه، بس بحس اصلا ان روح الواحد ساعات بترتاح مع واحده تانية، فاهم؟ من غير يا اسطى اي حاجه تبقى حاطط لنفسك يا اسطى معايير ان انت مثلا تتجوز واحده كذا وكذا وكذا وكذا، وتيجي واحده تانية اصلا مختلفه عن المره انت حاططها تماما. اول ما تشوفها تقول هي دي، وتعشش في دماغك يا اسطى، وتيجي تقول نقول لك يا عم مش دي اللي انت كنت عايزها وبتاع، اقول لك لا هي دي، وتحارب الدنيا بحالها. هو ده بقى اللي بيحصل اثناء البروسيس، ان انت بتبدا تشوف حد ماشي. فتتعامل معاه، ما بترتاح هو له، ده تعريف تفهموا بعض ده كده.
ده مختلف تماما عن الاهتمام وعن كل الحاجات دي. مش عارف يا اسطى، بتحس اللي هو شعور مختلف. هل هي خطوات واضحه؟ لا يا اسطى مفيش. لا مش خطوات كده. واضحه، هي خطوات مشاعريه بص بالظبط وتقديريه. هي الفكره كلها ان هو احنا بنتكلم عن مشاعر، فهي ملهاش حاجه واضحه، ملهاش حاجه كل انسان 100%. ليه صوره مختلفه عن بالظبط. فبس الفكره في بتاعت ان الكيلاني بيقول ان انا لو شفت حد هيفضل في دماغي وان انا حارب الدنيا كلها عشانه، ده بيدي احتماليه اكبر ان انا ممكن اشوف حد تاني، ممكن اشوف حد تالت، ممكن اشوف حد رابع. ما انت هتشوف، ما اشمعنى. اقول لك على حاجه، اشمعنى هي؟ اقول لك على حاجه. ماشي. احنا بنتكلم، لو اتكلمنا عن الاحصائيات، كنت شفت فيديو قبل كده بيتكلم ان الناس اللي بتتكلم عن اللي بتتجوز عن حب وعلاقات حب والدفاع عن النفس والحرب ومش عارف ايه، بيبقى نسبة الطلاق والحاجات دي بعدها وان هي ما تكملش اكبر بكتير من ان هم اصلا يعني اتفقوا. يعني هو عارف لما تبقى زي الصالونات كده، بس انا مش بقول ان الصح الصالونات، انا ما اعرفش الصح فين، بس الفكرة ان انت لما تبقى اللي قدامك انتوا متفقين وعارفين ان انتوا دلوقتي مش شرط يكون في حب ومش شرط يكون في مشاعر ومش شرط يكون في كل على الأقل حاجة، في تفاهم. بس انت مقدرني وانا مقدرك وعارف ان انت كويس ليا بالعقل وبالمنطق ان انت كويس ليا. اصل انا مش حوار المشاعر ده، انا زي ما انت قلت ليه احنا اتكلمنا في الاول ان ليه الراجل بيحب البنات، عشان ده حاجه غرائزيه. فانا لو حبيت بنت انا هحب غيرها واحب غيرها واحب غيرها، لكن الموضوع لازم يستقر ان انا ابقى عارف وفاهم وواعي وبالمنطق بقى ان انا ايه دي بالنسبه لي نافعه، فخلاص مش هبص لغيرها. انا منطق في المشاعر. ما هو انا يعني بالظبط بالظبط، ما انا ده بتكلم. بقول لك ليه اصلا لا، جواز ينفع الصالونات تقول لك بيكمل عشان انت اصلا ينفع معظم أقول اللي معظم اصلا اللي بيتجوزوا الصالونات يا اسطى بيكون كاره الموضوع اصلا، ماشي، وبيكون اصلا مقلل توقعاته جدا جدا. طب ما فاهم؟ ده صح يا سيدي، إيه؟ ده توقعات. ماشي يا اسطى، بس ابقى بحاول افسر لك ليه الصالونات بيكمل. فهو اصلا لما يجي يتجوز ماشي او يخطب ويلاقيها بني ادم عاديه زي اي واحده، فاهم، بتعمل حاجات هو بيحبها وهي هو بيعملوا حاجات يعني زي بعض، فيبدا يا اسطى ايه يقول لك ايه ده انا بحبها، فاهم، بس هو ما حبهاش ولا حاجه، هو بس لقاها بني ادم عاديه. حته الصالونات دي برضو ان انا رايح على حد ما اعرفوش وهو ما يعرفنيش، فانا بحاول ان انا اشوف الحلو فيه وهو بيشوف الحلو فيا والكلام ده. انما لما يكون يعني بيبنوا مع بعض، انا عارف مثلا ان هو لسه ما يعرفنيش قوي فهحاول ان انا ابقى احسن صوره بالنسبه له مش عارف كده والعكس. لكن انا مثلا لما يبقوا ناس عارفين بعض من بدري ومبني على حب وكده، في دايما حته اللي هو ده بيحبني فانا هعمل ده، وهو بقى ايه احطه في نقطه اللي هو انت بتحبني انت ازاي تزعل مني انت ازاي مش عارف ايه. والراجل برضو ممكن يعمل حاجات تضايقها مثلا وكده في نقطه اصلها بتحبني. ممكن، بس انا شايف ان السبب الاساسي ان جواز الصالونات بيكمل هو غالبا فعلا 90% من الحاجات من المشاكل اللي بتحصل ما بين الزوجين، يعني هي بسبب الاهل، غالبا تدخل الاهل مش عارف بتوع ايه. فهو في جواز عن حب غالبا الاهل ما بيبقوش راضيين عن الجواز، يعني هو الواحد رايح جايب بنت هو الاهل ما يعرفوش حاجه عنها بس هو بيحبها، والبنت كذلك رايح جايب، فبالتالي هتلاقي الاهل بيدخلوا دايما وعايزين الى حد مش عايزين يبوظوا الجواز، اكيد مش عايزين يبوظوا ابنهم ولا بنتهم، بس هم كتوتال هم مش مبسوطين من الجواز. عكس جواز الصالونات بيبقوا غالبا الاهل هم اللي جايبين والاهل ما يعرفش ايه، فهم بيزقوا الجواز ان هو يكمل حتى لو الواد مش مرتاح والبنت مش مرتاحه. غالبا بيحصل على فكره، تلاقي البنت رايحه لو مش فاهماه مش بيعملني بس تقول لا يا بنتي ما احنا كلمنا عيلته وكلمنا ما اعرفش مين وربطنا ما اعرفش مين، وتلاقي غالبا عيلتين معروفين وعارفين بعض، فدوت بيساعد الجواز ان هو يكمل. وده مش بيساعد بس انا بقى مش متفق مع الحته، يعني انا اكون مش مبسوط يا اسطى واروح اتجوز حد هو كويس وكل حاجه بس انا مش مبسوط. انا بس مصدقك، انا معاك في الحته دي، بس فكره يا اسطى حته التكمله ومش تكمله ده مش معيار للنجاح. يعني ده مش معيار اصلا ان انا كملت العلاقه يبقى انا كده ناجح في العلاقه. صح انا معاك. وان انا فشكلت ممكن افشكل وابقى انا كده ناجح، شخص ناجح والعلاقه ما بيننا صح. عارف ليه؟ لان كل الناس بتتغير. انت بتتجوز وانت مثلا عندك 25 سنه 30 سنه ايا كان، لما يبقى عندك 40 سنه انت شخص تاني وهو شخص تاني بالظبط. فكنتوا لسه متفاهمين بصوتهم. لا بس لا، انا من وجهه نظري ان انا دلوقتي انا وانا 25 لما اوصل ل 40 والشخص ده معايا، المفروض ان انا التغير اللي يحصل لي ده يكون تغير مشابه ليه، باتجاه ان انا اكون مناسب ليه، مش ان انا ابعد عنه. ايوه بس ممكن برضه هو يعني انت مثلا انت بتشتغل في مكان وبتشتغل في مكان، انت بتتعرض ما نتجوزش بقى. لا مش كده، انت بتشتغل في مجال وبتشتغل في مجال، انت بتتعرض لعوامل وبتتعرض لعوامل، انت ماشي بتتعرض في بيت بيجمعنا، في بيت بيجمعنا. انا معاك، بس في الاخر قناعاتها هتتغير وقناعاتك هتتغير، وفي الاخر هتبقوا مختلفين عن الاشخاص اللي انت لو انت دلوقتي عندك كام سنه؟ عندك 23 سنه 21 زي ما 21 سنه. هل انت وانت عندك 16 سنه انت اختلفت حلو، وانت كذلك برضه يبقى عندك 40 سنه وهي هتبقى كذلك برضه. ممكن تفضلوا مناسبين لبعض بس ممكن برضه ما تبقوش مناسبين لبعض، مش عشان انتوا وحشين بس علشان ماشي يا بس بحس اصلا انت لازم دايما لو انت في شريك حياتك ان انت اصلا كل اسبوع كده تعملوا قعده اصلا مع بعض، تقعدوا تتكلموا فيها في كل حاجه، الحاجات اللي حصلت الحاجات اللي ما حصلتش، تتفاهموا مع بعض اصلا. بحس ان الكلام اصلا ده اهم من اهم حاجه في الدنيا. ايوه ما بين الزوجين اصلا، عشان ده بيقعد يراكم ده بيقعد يراكم ويجي مشاكل وبتاع ده كل ده بيجي ايه على العيال.
فانت اصلا اقعدوا اتكلموا مع بعض وشوفوا الدنيا وديتكم فين وهتاخدكم فين كده، فاهم؟ الحاجات دي كلها اصلا مقدور عليها. انما اصلا انا اتجوز حد عشان هو مناسب وانا مش مبسوط ده اصلا يا اسطى هو اللي مصاب بيه. انا قصدي من كل ده، يعني انا قصدي من الحته دي، مش مرتاح. ايوه بس انا قصدي من الحته دي كلها اللي انا بقول لك ان انت ما ينفعش تمشي ورا مشاعرك في كل حاجه. طب ما انا عايز اشرب يا عم كحوليات، ما اشربش ليه؟ ما فاهم يعني انا لازم احط مشاعري في حته وان انا اهندلها ومنطقها في حته تانية. أنا معاك. زي ما يوسف محمد لسه قايل ايه، قال لك مفيش منطق في المشاعر، وانت قلت له ايه لا ممكن امنطقها. هي دي الفكره، ان انا دلوقتي اصلا انا مثلا هل انا متجوز دلوقتي مش عايز مثلا ابص لواحده تانية ممكن يبقى شكلها حلو، ممكن تبقى على النت، ممكن تبقى غنيه، ممكن تبقى ايا يكن، اكيد عايز. لكن الفكره حته الانبساط دي انا دايما الانسان بيخدع نفسه فيها، بيقعد يقول لك انا هنبسط لما اعمل كذا، هنبسط لما اعمل كذا. ما ينفعش اعتمد بس على الفكره دي، ومش ينفع اعتمد برضو ان هو مناسب ليا بس. انا بحاول امنطق ان انا مبسوط مع الشخص ده لان هو مناسب ليا. اصل هو لو مش مناسب ليا مش هبسط. يعني انا لما اروح البيت اخش لك في الكلام الجد، يعني انا لما اروح البيت والاقي الاكل جاهز انا ببقى مبسوط جدا، وانا كمان ابقى مبسوط قوي. لما اروح البيت واكل واروح الاقي الدش جاهز، يا نهار ابيض. انا بينام عادي كده اكتبوا راسة الكل. انا بتكلم يعني الاقي البيت متنضف ومش عارف ايه وبتاع ده. يا عم انا عندي استعداد برضه عشان ما بقاش ان انا باين ان انا تغسل لي رجلي ومش عارف ايه. لا عادي ممكن اتنازل عن هي بس الفكره في كده ان انا هبقى مبسوط في حاله ان هي ان هي شخص مناسب. انا بقى ممكن اكون مبسوط اجي اصلا ما الاقيش اي حاجه من دول اكون مبسوط برضه مستحمل عادي مبسوط. أيوة. لا انا مش انت مقتنع. اصلا ما ينفعش اول ما بتفكر اصلا في المشاعر طب ما تيجي تقعد هنا. باللي هي منطق وبتاع، انت خلاص ده مش حب، ايوه ده صح. مش مشاعر. انت طبعا تحسبها ولا القلم كده يبقى لا. انت ليه شايف ان انا لما اعتمد على المشاعر يبقى ده احسن لي من ان انا اعتمد على المنطق؟ يصل ان احنا بشر، انا عايز مشاعر، عايز حب، مش عايز منطق، مش عايز يا عم عايز ممكن ما اكلش النهارده بس اكون مبسوط مع اللي قاعد معايا، عادي ما ارجعش الاقي البيت واو عشان هي مش قادره بس انا طب ما الاكل مشاعر. ايه؟ ما الاكل مشاعر. لا انت تقول محضرها لي الاكل، انت مش شخص انت بتقولش هناكل دلوقتي يعني. يا عم هحضر معاه الاكل يعني. طب ما ده اجمل حاجه يا عم، نتشارك في الحياه والدنيا. أيوة، ما هو نتشارك يا مشاعر، مش بقى اقعد بقى ماسك ورقه وقلم وقعد بقيم. لا لا واحد اكل باظ، واحد مش نظيف. انا معاك يا عم يوسف ان انت فعلا لازم يبقى تبقى هشيلها. لازم تبقى مبسوط ولازم تبقى معمول ومشاعرك بس انا بتكلم ان انت إنسانيات يا ان انت مش واخد. ايوه صح، مش بس انت منطق، مش واخد ده بالك. إنسانيات. صح بس انت مش واخد بالك ان انت لما بتعمل الانسانيات دي قصادها بتتنازل عن انسانيات تانية. ماشي عشان اكمل في العلاقه الجميله اللي انا عايز اكمل فيها. وانت مين قال لك انها تبقى جميله؟ ايوه ما انا اخترت اكمل فيها يبقى هي جميله. بس انا اقول لك حاجه. انا مش دلوقتي- مريض، انا مش هتعلق بشكل مرضي بحد. ايوه دي حته هنتكلم فيها. انا بتكلم بس بفكرني نتكلم عن حته ان الشارع. انت تعالوا دلوقتي والله. الشخص اللي انت بتحبه ده المفروض ان هو بيديك حاجات فانت بالتالي بتحبه. يعني نقطه الاكل مثلا والكلام اللي هو قالها أنا مش دي شرط استنى بس. تديني حاجة. انا ممكن مثلا في يوم ارجع ما الاقيش اكل بس عادي تمام وكده. بس لو جيت كل يوم ما الاقيش اكل، كل يوم ما الاقيش اكل، كل يوم ما الاقيش اكل واقول ان انا بحبها يبقى انا كده انسان غبي. انا هقول لك اصلا يا اسطى انت حبيبي عشان تاكلك. يعني انا دلوقتي لا، لما مش اروح عشان لما يبقى في تأكلك. دكتور بيسقطني كل سنه واقول الدكتور ده بحبه دمه خفيف يبقى انا انسان غبي. ايوه بس دي حاجه وحاجه. لا هقول لك دي علاقه يا اسطى مش مبنيه يعني هو ما بيأذكش او دي علاقه مبنيه على أنا حاجه. حصلت بكلمك مرة عن في مشاعر الجامعة بتجيلي على الدكتور. لا مثال والله. لا ده مثال مش كحاجه كتوتال. غلط يا رب. مثالك ما بينطبقش على قصه ان انت بتحب حد ومشاعرك. يا عم نفترض ان انا بحبها مثلا وهي ما بتحبنيش وانا مبسوط ماشي ما دي انا علاقة اكمل توكسيك. انا اكمل ليه بقى؟ اهو ده مثال يا عم. انا مش انت كنت عايز مثال؟ انا مش طب ليه بقى؟ مش انت بتحبها؟ مش دي هي مش علاقة عايز؟ توكسيك يا ابني. انا مش انسان مريض. ما انا مش انسان مريض. طب يا عم انا بحبها وهي ما بتحبنيش؟ لا وهي بتحبني وأنا بس بحبها. بس هي ما بتقدرنيش مثلا. وهي بتحبني، هي بتقول ان هي بتحبني هو أنت بس هي ما بتعملش ماشي حاجه لو تدل هي على انها بتحبك بتحبني. هتبداوا تتغيروا بقى مع بعض. هتبداوا بقى تحسنوا لا، بقى لا. الحاجات الشكليه اللي عندك. ما بتقدركش ازاي؟ يعني مثلا يا اسطى ما هو مثلاً- امسك بايدي بس الاول. ماشي مش عارف سخنت ولا ايه؟ انت عارف مثلا انا دلوقتي ما بتكبرنيش قدام الناس. يعني مثلا انا باجي اكلمها في غلط وصح ما تسمعش كلامي. تقول له انت جوزي لا غلط وصح يعني حتى ما بفرضش عليه. انا شايف ان ما عايز ينفعش تحل. اقعد يا اسطى اتكلم معاها اشوف هي بتعمل ما جابتش معاك كلام وقدر خلاص يا طبعا. عم خلاص يا اسطى ده مش الحب عايز يا عم. تستحمل كده السلام عليكم. ده الحب. ماشي حتى لو حب بس مش هتيجي على نفسك. انا بقولكش تعالى على طب ما نفسك. هو انا الاكل ما يتحضرش لما كده باجي على نفسي. انا برضه الصراحه فهي كده باجي على نفسي يا لا عم. انا اسمع انا بتكلم بس دي حاجه ودي حاجه مختلفه. انت بتقول انا عاوز كذا عاوز كذا عاوز كذا. بقول لك لا مش انا حتى لو ده مش موجود انت تتفاهم عليه. يا اسطى اقول لك انا وجهه حلو. نظري بقى في اللي انت بتقوله ده. هو انا انا شايف فعلا
فعلا ان التقييم او مش تقييم، هو انت لازم، مفيش حاجه اسمها الحب من غير منطق. انا شايف ان الحب أيوة. لازم يبقى ليه منطق، بس انت تتقبل ان ليه منطق وليه تقييم، بس تتقبل لا منطقيه التقييم. اقول لك ازاي بقى، هقول لك ازاي يعني. انا عايز اعمل واحد. هقول لك بجد، هقول لك انا قصدي، طالما انت فارق معايا هقول لك انا قصدي، هقول لك والله انا قصدي بجد. يعني انت دلوقتي مراته انا عملت كل ده. يقول لك لا منطقيه التقييم. يا عم اركب وانت ساكت. عارف المشكله فين؟ في 3 بنات هتكتبوا له تحت في الكوم والله حصل والله والله. العظيم والله العظيم لا منطقيه التقييم دي جامده قوي. فاكرنا اكل لا انا بعمل لا التقييم والله يا اسطى تلاقي 3 بنات في الكومنت هو بيقول اللي في دماغي جاي في دماغي ازاي؟ يعني جبت على بعضك كمل ازاي؟ اشرح انا بقول ايه، كلهم سنه اشرح انا بقول ايه، اشرح انا بقول ايه، اتفضل، ما اتفضل. تتريقوش على المعجبين بعد اذنك. اشرح يا عم أنا على بقول إيه، نفسك. اشرح واحده أنا ثانيه هتكتب احنا مرعوبين منه قوي عايزين لا مش عايزين. بقول إيه. اشرح طبعا بقول ايه، اشرح ممكن اشرح. اتفضل اتفضل. بص يا منطق لنا اللي انت بتقوله ده. المفروض زي ما يوسف محمد بيقول، انت تبقى عارف ان في حاجه جواك انت مش تقدر تفسرها وملهاش منطق، بس انت لازم تفهم الحاجه دي جايه من ايه. انت تبقى، انا دايما شايف ان الحب فعلا عباره عن ميكس، وانت تتقبل ان انت الميكس دوت هو المناسب ليك، وغالبا مش هيبقى في غيره المناسب ليك. يعني انت تقعد تحسب تقول انا المره انا مثلا ايه محتاجه، مثلا زي ما انت قلت المثال مثلا بتاع تعمل اكل، مثلا هي تعمل اكل بس انت لقيتها مثلا بتعمل اكل ايه 3 مرات في الاسبوع، مش وفي 4 ايام ما بتعملش اكل، مش بتسال عادي ومش عادي. انت تعرف ان انت غالبا لو رحت لواحده بتعمل اكل 7 مرات في الاسبوع هتلاقيها بتقول لك اتفضل يا سيدي، يا سيدي الناس، وانت ممكن تبقى مش بتحب كده خالص. فانت تبقى عارف ان انت حتى الزياده من انت في ميكس معين بالظبط، ونسبه معينه من كل حاجه، نسبه معينه من الاهتمام، ونسبه معينه من المشاعر، ونسبه معينه من التفاهم والعقل، ونسبه معينه ايه اكتر منها او اقل منها، كل حاجه هتبوظ. انت لازم تبقى فاهم ان الميكس دوت يا عم هو فيك كده، بس انت تبقى عارف ان انت تقدر تحسبها. انا اقدر احسب ان بحب البنت ديت غالبا علشان هي بتعمل 1 و2 و3 بالنسبه بالظبط اللي انا عايزها، وعلشان كده انا ما اقدرش افسر ليه النسبه دي المناسبه ليا زي ما يوسف محمد قال. وفي نفس الوقت انت عندك ارقام تحسبها وحاجه تحسبها كده وتعرف من خلالها انا ليه حاسس كده طب اصلا. انا اقول لك على حاجه. انا انا متفق مع جزء، بس في جزء انا مش يعني شايفه حاجه غريبه جدا يعني. اللي هو ايه ان انا دلوقتي لما اقول انا بحب فلان مثلا علشان يا ابني فلان، ارجوك فلان ما تبقاش يا ابني ما هو فلان ده يعني انسان. ماشي كذا وكذا بالنسبه مفيش غيره يقدر يقدمها. هل هتكرهه؟ لو ايه لو هو لا. ما قدملكش لا أي حاجة طبعا في لا الحياة، طبعا. هل هتكرهه؟ لا. لا بس عشان عارف ما لو قدم لك هتحبه زياده. بس يا ولا جدعان لا؟ الكلام اللي انتوا ما بتقولوه ده هي حاجه لا اراديه. الكلام ايوه هي حاجه لا اراديه، ما ده اللي بنقوله. الكلام اللي انت بتقوله ده يا اسطى، ما هو يا اسطى اسطى ايوه الكلام اللي انت بتقوله ده يحتمل ما يطمنش الناس. يعني مثلا ممكن في بنت تقول لك صح انا بحب الراجل اللي بيحبني ده ومش عارف حتى لو ما عملتش حاجه، بس ده ممكن ان انا بعتمد على المشاعر بشكل اكبر، فممكن الحاجه اللا اراديه دي تبقى على كذا واحده. يا اسطى انا بكلمك دلوقتي في 2 علاقه، اول حاجه سليمه صحيه، مش واحد بقى ما بيقدمش، انت بتسمعني وانا بسمعك، فلما بقول لك يا عم انت بتعمل 1 2 3 وانت هتسمعه، ما بتكلمش على فكره اللي هي واحده مش واحد انسان مش كويس او كده، فاهم الفكره دي؟ فانا بتكلم في بس انت في برضو- حوار يا اسطى. بس انت برضو انت- بس انت بتتكلم، انا بتكلم انت بتتكلم عن الجواز، انا بتكلم عن الحب. انت بتتكلم عن الحب صح؟ مش انت بتتكلم عن الحب؟ غير جواز انا ولا ايه؟ على فكره انا بتكلم في النقطه دي. يا باشا اخواتنا المتدينين في الكومنتات. انت بتتكلم عن الحب وانا بتكلم عن الحب. انت بتقول ان انا علاقه حب دلوقتي موجوده سليمه، يبقى انا كده مش هحتاج ابص على حد تاني ومش هحتاج مش عارف. بس في الاول وان لا انت قلت ان خلاص ان مفيش منطق. انا مش لا انت قلت ان انا مش فاهم انا ليه بحب. لا ما قلتش مش فاهم ليه. امال ليه بقى؟ لا انا انت عارف ليه بتحبه؟ انا عارف انا عاوز ايه منه، انت عايز ايه منه؟ عايز حب. يعني انت هتحب حد عشان عايز حب؟ ايوه عشان عايز حاجات مشاعر معينه، عايز مشاعر عايز معينه، بحبك ده شرطك الاساسي. عايز مشاعر معينه. يا جدعان انا شايف يا جدعان انا الشخص ده اتعاملت معاه وعشت معاه وبتاع، انا مرتاح له جدا وفعلا انا قادر اضحي بحاجه انا بحبها عشان خاطره. تعيش مع ده حد كده ما حب. تحبوش. ايوه اصلا ده كده الحب. انا كده وصلت للحب. السكن ومشتاق ميتين ابوهم. ماشي يبقى مش بيحبهم. استهدى بالله استهدى بالله استهدى بالله. ماشي ما انا لو عاشرته وما حبيتوش يبقى مش هتجوزه. انت هتعيش ربة الجواز. ايوه في خطوبه. زي العشر. دلوقتي احنا خلاص اتخانقنا كتير، مش كده مش هنوصل لنقطه وسط يعني. ايه الحاجه اللي تخليك تحب الشخص اللي قدامك؟ الشخصيه اللي الست اللي قدامك. انت عمال لي انا شايف زي ما بقول ان هي مع التعامل وان انا ارتحت للشخص ده، وعلى الاقل حتى لو زي ما كان فتره الخطوبه كده التعامل هيكون في الحدود وكده، بس انا شايف ان الانسان ده فيه بوتنشال ان انا اكون متفاهم معاه وهو متفاهم معايا. مع الزمن وكده العلاقه دي بتفضل تكبر 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 لحد ما توصل لمرحله الحب، ان انا اقدر اضحي بحاجه وهو يضحي بحاجه عشان هو ده. انا كده وصلت للحب.
بس ده اللي انا شايفه. مش شرط بقى ان هو يقدم لي حاجه ملموسه، مش شرط حاجه معنويه. اكل وبتاع ده فعلا. ايوه هو مش شرط يقدم لك. مع الاكل مش فاهم. هو الاكل ده كنايه رمز كنايه. هو مش شرط. اديله بقى رد على السؤال. انا فاهم انها مش شرط. ايه السؤال تاني؟ ان هو انت تشوف حد تقول خلاص انا هحبه، ده انا بقول لك هو ايه خليك تحبها؟ لو قدم لي الميكس المناسب بالظبط اللي انا حاسس ان انا ارتاح معاه. يعني انا عارف ان انت ممكن تشوف واحده فعلا وتحس تماما ده هي دي، ده خلاص، ده انا ما فيش غيرها بقى، وما تبقاش شايف غيرها في الحياه وما اعرفش. انا فاهم كده، بس انت تبقى فاهم ان دوت برضه جاي حاجه ممكن تقيسها. اي حاجه قابله للقياس. يعني ايه قيسها ازاي؟ هقول لك تقيسها ازاي. انت بتقول ما بقولكش قيس يعني واحد اكل، اثنين غسيل مواعين، ثلاثه ما اعرفش اكيد ايه. ايوه اكيد ما مش احسبها ازاي؟ بس انت تبقى فاهم ان انت في حاجه مش هتعرف تحسبها، بس هي قابله للحساب. اللي انت هتقول في 3 غسيل مواعين و4 غسيل مواعين، لو بقوا 5 و6 انا هكره الست دي. لا، مع انها مفيش في حاجة اسمها بالمنطق احسن انها مفيش حاجة بدل ما اسمها تعمل لي كده. اكل 5 مرات في الاسبوع تعمل لي اكل 7 يا مرات عم في سيبه الاسبوع. يقول رايه ومالكش دعوه انت يعني قلت رايك وخلاص. حاجه غريبه. ايوه يا ابني، بس انت دايما يا ابني في نقطه معينه اكتر منها او اقل منها بالنسبه لك كل حاجه هتبوظ، وساعتها اغلب الناس هتتصل تقول لك انا مش مرتاح ومش عارف ليه. انت مش عارف ليه علشان انت في حاجه معينه في البالانس اللي انت حاطه وحاسس انك هترتاح معاه باظت. يا يا ابني طلعت البالانس. يا ابني هي مش ازازه كوكتيل ما هي. عشان ما بقولكش انت اللي بالحوار، بقول لك يا ابني انت ممكن طب ما لو سهله بالسهوله ديت يبقى اول ما واحد بوظ البالانس وانت عايز تكمل معاك قوم غير البالانس جاب البتاع. لا انا ما بقولش كده، انا بقول ان انت عندك القدره انك تفكر وتقول انا بحب الشخص دوت علشان كده، ودوت هيخليك دايما مش بتسعى في حاجه مش عارف مختلفة. بس بحس ان المشاعر دي اصلا بتكون جايه اصلا من ظروف بيتك وتربيتك، يعني مش هو ده اللي مش بيخلق اللي يخلق حاجة. البالانس بتاعك، ده اللي بيخلق أيوة، رغبتك في نسبه أيوة. معينه. انا كنت هقول كده. طب ما ايوه صح، ماشي، بس اكيد. بس يا مش اللي هو البالانس يا واقف على الشعر بقى، ده ما حطيتش ملح على البيض. لا ما هو مش ايه ده؟ انا بتكلم بالانس اعمق من كده. مش انا عارف فاهمك مش بس انا بدي مثال برضه، فاهم اللي هو بدل ما تقول مثلا صباح الخير يا بيبي تقول له صباح الخير يا حوده. مش عارف طب ايه. انت عارف بقى اللي بجد دي بتفرق فعلا. يعني انت ممكن واحد يعني هو ما بيحبش بيبي وما بيحبش المحن دوت، واحد كل شويه صباح الخير يا صباح الخير يا بيبي، هو دي بالمنطق احسن، دي واحد ماشي، بيحبني قوي، ماشي. لكن هو بالنسبه له احسن هتقول له صباح الخير يا طب ده كده راجل بيحس- جريمه. لا، انت ممكن تتكلم معاه تقول لها مش ما تعمليش كده مثلا، بس دي شخصيتها. انت انا مش شايف ان انت ما ينفعش تقعد مع حد تقول له ما تقوليش يا بيبي. لا هي شخصيتك شخصيتك ممكن كده. تتغير بس. لا اصلا لا، انا شخصية شايف ان انت متغيرة. لو عايز تغير شخصيتها يبقى انت كده مش مساله بس مش بتحبها، لا، مش- انت مش بتحبها يسا- وبتاذيها، انت عايز تغير شخصيتها عشان انا ما بقولكش مش في رجاله كتير مثلا بتحب تقعد مثلا في هدوء مثلا اكتر ما بتحب تتكلم. هي واحده شخصيتها انها بتحب لما ترجع من الشغل تقول لك احكي لي عملت ايه في الشغل النهارده، عارف ايه انت لو قلت لها اشتغلت كويس والدنيا كانت حلوه هتبقى متضايقه. دي شخصيتك ودي شخصيتها. انا شايف ان دي حاجه ما ينفعش تتغير. ما ينفعش تقول لها بعد اذنك ما تحكيش معايا في الشغل، او لما اقول لك كده هي بتحب تحكي. معنى كده ان انت لو حاولت تغير فيها الحته دي مش تغيير حاجه ممكن تتغير، لا، دي بس تغيير أنا هقول حاجة بقى، بيفرق بس الشخصية. هقول لك انا على ممكن حاجة اطلب منها اقول لها اما اجي من الشغل مثلا والله بكون متضايق شويه ما تكلميش معايا، بس هنتكلم بالليل بالظبط. عشان تعرف انها أيوة. بتحب ده اللي هو الكلام أو ده بقى ممكن أنا الكلام أجي على ده او نفسي اللي هو قاله ايه؟ وأسمعها. الكلام اللي هو قاله ده ايه؟ ده اللي انا بقوله. يعني ايه؟ انا دلوقتي شايف بس- ان الشخص ده مناسب ليا من كل الجهات، بس في النقطه دي مضايقاني ان هي رغايه وانا ما بحبش الصداع. هروح اعمل ايه؟ انا هبدا تلقائيا واحده واحده ان انا هتمحور يا عم عشان انت بتحب الكلام العلمي، يا عم ان انا اسمعها وهي هتتمحور انها تقلل كلام، وهنبدا نوصل لحته في النص ان هي هتقلل كلامها وانا هزود ايوه يا سمعها. معلم، ما هو ده وهنوصل لنقطه حلوه وهنحب بعض. حتى لو انا باجي اما اجي بعد الشغل وهسمعها واكون متضايق هاجي على نفسي. بس انا اصلا العلاقه اصلا مش اللي هي ايه اديك واحد تديني واحد انا اعمل لك حاجه وانت تعمل لي حاجه. أيوة. لا يا اسطى العلاقه اصلا انت تستحمل شويه وهي تستحمل شويه طبعا. عشان الدنيا بتمشي. ايوه انا ماشي ماشي يا اسطى. كده يا ابني. بس انت بقى انت عايز يا اسطى تمشي على الشعر يا اسطى. انا ما بقولش ان احنا نمشي على الشعر. البالانس ده انت قلت ان هو أنا عارف دلوقتي البالانس انا مش شخصيات عشان. مختلفه يبقى احنا لا خلاص. وبعدين انت قلت أيوة. ان بقى يا مش ابني هنحب أنا بعض بقول كده، احنا شخصياتنا بتتغير، أيوة. هل انت كل بقى بتتغير لا، هتغير احنا واحده؟ انا ما قلتش ان مش البالانس عارف يا عم. انا بقول لك انت شخصيتك بتتغير، لكن مش معنى كده ان البالانس انت ممكن انت عندك جزء وشخصيه ثابته ومرتاحه مع حد معين بسبب البالانس المعين اللي هو بيحققه لك، ودوت اللي بيحسسك بالامان. انت مهما اتغيرت انت هتفضل حاسس بالامان ناحيه يا عم. ممكن اقول لك مثال برضو متطرف قوي، ناحيه الست مراتك البسيطه اللي جايه من القريه اللي بتقول لك يا سيدي الناس يا ما اعرفش انت ممكن ده اللي بيحسسك بالامان. انت يا عم لو خدت 100 نوبل انت هتفضل حاسس بالامان مع البالانس المعين بتاع الشخص اللي يا دوب متعلم ده. ماشي. هل بقى فلنفترض ان انا دلوقتي بدات حياتي مع الست الغلبانه اللي مش عارف ايه اللي من القريه دي، تمام؟ وانا يا عم فضلت اعلى واوصل لنوبل ومش عارف ايه وبقيت غني، فهي برضو طلعت معايا رحله الكفاح بتاعتي دي، ايوه بس فبدات تتحسن. زي مثلا فلنفترض مرات محمد ما صلاح. حلو بقى. هل بقى محمد صلاح لما شاف مراته نطفت يقول ايه القرف ده البالانس بتاعي باظ؟ لا يا ابني، ما هم بيمشوا البروسيس مع بعض. ما هو لو البروسس مع بعض هما الاثنين اتغيروا في نفس الاتجاه ما ده المثال ده كويس. حلو.
ما انا بتكلم في كده ان هي بروسيس انتوا بتبداوا، انا الشخص يا ده ابني انا هو مرتاح معاه ومرتاح معاه وانا هو مفيش مرتاح حاجة معاه، ثابتة أصلاً. طول ما البالانس أيوة، بيتغير مفيش احنا حاجة بنتغير مع ثابتة. بس انا بعض. بقول لك ان انت ممكن تفسر فكره ان انا كنت الشخص دوت مرتاح له فجاه ما بقتش مرتاح له، او انا مش مرتاح للشخص دوت كده. انا اللي حاجه الوحيده اللي بحاول اقولها انك ممكن تفسر دوت بحاجه حقيقيه. لا قابلة دي للحساب. تفسيرها الوحيد. انا بس كل اللي انا ضد انك تقول انا مش مرتاح مع الشخص دوت عشان انا مش مرتاح مع الشخص دوت. انا شايف دي فكره غبيه قوي، لان اكيد في سبب، حتى لو هو السبب انت مش قادر تقوله، بس انت عارف ان هو اختلال في بالانس. طب يا عم بعيدا عن الجواز والحب والكلام ده، يا عم فلنفترض دلوقتي انت حد من معاك في الكليه، نعم. انت لما بتقعد ما بتبقاش مستريح، بتحس ان انت مش بتعرف تقول كل الكلام اللي انت عايز ايوه تقوله عشان كده. هو عنده حاجه زياده وحاجه انت بقى أقل من لا بص انت لو قعدت تبرر لنفسك انا ليه مش مستريح مع الشخص ده، يبقى انت كده انسان غريب قوي. خلاص انا مش مستريح معاه، مش هتعامل معاه خلاص. يا ابني انت لازم تفهم نفسك. انت لازم سيبك يا عم اقول لك حاجه. يا عم لا انت كده ما بتفهمش نفسك، انت كده عايز تفهمه هو. انت يا باشا كنت في فتره خطوبه يعني، انت انا كل ما كان فتره خطوبه وحسيت ان الشخص ده انت مش مرتاح معاه، خلاص هتسيبه وهتسيبه، هتروح للي بعده مش مرتاح معاه، اللي بعده مش مرتاح معاه. انت لازم تفهم انت ايه البالانس بتاعك وايه اللي يا عم مش بالانس بالملي. يا عم فهمت مش البالانس بالحرف. بتاعك، يا عم فهمت البالانس بتاعك، هاتها لي بقى. طب انا كعب مهما حصل. الراجل اللي قال لك انت الحاجه اللي شفتها في الواحده تتجوز، انت عمال تقول لي بالانس ومش بالانس ولا منطقيه التقييم. الحاجه يا عم اللي لو بقالنا 8 دقايق بنتكلم الحاجه يا عم اللي لو شاف واحد اتجوز تبقى نخف. انقل على الكلام، انقل على الكلام. لا اقول حاجه كمان طيب. شعرها اصفر. انقل على الكلام. مش عارف بس والله بحسه اللي هو مفيش حاجه معانا، بس اكتر حاجه مثلا تكون طيبه، فاهم اللي هو ست طيبه كده، عشان الطيب ده اصلا ولا هيخون ولا يعمل حاجه، مش اللي هو عشان طيبه واذيها، لا عشان طيبه طيبه فاهم، وتحترم احلام الواحد بس. ممكن اقول بقى انا حاجه بجد والله. الحاجه اللي ان يكون عندها حته اللي هو الايثار، هي بتؤثر على نفسها حاجات مش شرط حتى معانا، بس لو لاحظت في واحده انها مثلا واحده مع واحده صاحبتها بتفضل حاجات يعني بتيجي على نفسها شويه عشان صاحبتها، انا شايف ان دي يعني جرين في ايوه انا مش عايز بص هو انا مش اول حاجه انا مش عايز اعتمد على مشاعري بشكل كامل من غير ما احكم عقلي، لان انا ساعات الواحد بيجيله مشاعر مش صح كتير. عايز اعمل اكتر حاجه حرام وانا قاعد معاك دلوقتي، زي مثلا انا عايز اشرب خمر. في حد مش عايز يشرب خمر؟ انا عايز اشرب خمر بس مش عايز. يا عم قول ايوه وخلاص. انا عايز يا عم انت مالك. فالمهم بس المشاعر مش دايما بتوصلنا لنقطه حلوه، ولو اعتمدت على المشاعر ففي حاجات تانية هي بتعتمد عليها. يعني مثلا المشاعر في الحب ده هيخبط في حاجات تانية جوه المشاعر برضو في نفس العلاقه، زي مثلا ان انا بحب ابقى متقدر، هي مثلا ما بتقدرنيش قوي، فده مشاعر برضو عندي، بحب ابقى كسفها. انا مش عايز اعتمد على المشاعر بشكل كامل، وفي نفس الوقت انا برضو بديها يعني هديها نفس الفكره ان هي ما تعتمدش على المشاعر. يعني انا مش هستنى منك مثلا انت تعملي اكل كل يوم، مش هستنى منك اكتر من المتوقع، مش فارق معايا. بس الفكره كلها ان انا كل اللي عايزه ان هي تبقى عاديه عاديه. لا الواحد بيشوفه دلوقتي والطلبات الاوفر والحاجات اللي هم بيعملوا. يعني انا شفت بوست قبل كده كانت واحده كاتبه، كان تقريبا مش عارف مرتبطين ولا حاجه، منزله سكرينه من الشات بتاعهم، كان بيقول لها ايه صباح الخير مش عارف ايه عشان انا ما عرفتش اقول لك صباح الخير امبارح. ده جروب وشوشه ده صح؟ لا كان والله الحاجات دي بشوفها على الفيس كتير. انا اكيد مش يعني الحاجات يعني البنت بقى كل الكومنتات بقى البنات يا رب من ده مش عارف ايه، ده بيقول لي روح غوري مش عارف ايه، انا نامي بقى مش عارف ايه. وده بقى اختلاف البالانس يا عم بلا بالانس ولا بتاع بقى. فانا عايز بس تبقى الموضوع عادي، ولا هي اوفر قوي ولا هي قليله قوي. انا عايزها عادي خالص، اللي هو نبقى عاديين. عايزة تتنفس يعني. يعني مش شرط تبقى جميله قوي، مش شرط تبقى غنيه قوي، مش شرط تبقى فقيره قوي. ايه انا بقوله ده؟ هو مش شرط. مش شرط. انا عايز ولا موافق. انا متاح لي. انا طالع يا جدعان، دي الحاجات اللي انا عايزها. الحاجات اللي انا اي حاجه لا مش عايزها. الحاجات اللي عايزها ده انا عشان كده بقول لك تكون عايشه. انا من وجهة نظري محتاجة تكون مش هقول جميلة، ما تكونش وحشة. ده اول حاجة. تاني حاجة يكون فيها انوثة. اكتب عندك اكتب يا ابني ورقة وقلم ست الكل. تكون فيها انوثة. ليه؟ لان انا اول حاجة الراجل بيدور عليها انوثة. تمام؟ ده بالنسبة لي لازم. تالت حاجة انها تكون في حتة لسعة كده زيي. ليه؟ لان انا لو مثلا جيت اتجننت في مرة وهي قاعدة تبص تقول مين العبيط ده، ما يجيش معايا. انا عايز واحدة مجنونة كده. طب بص انا عندي حاجة نسيت اقولها، اهم حاجة بالنسبة لي انها تكون متربية على العادات والتقاليد الاصيلة. لا ما تكونش لا زي ما شرشر قال فعلا الفكرة حاليا انحدر تماما، النت بوظ البنات. انا بحترم الانسان العادي، اللي هو انا انسان عادي.
يعني انا طلعت صح في الاخر. اقول لك على حاجه، انا مش عايز استعجل في الخطوبه والحاجات دي. اكيد. ليه بقى؟ لان انا ثانية عايز اسال سؤال بس عشان اوضح. تستعجل في الخطوبة اللي هو تبقى مثلا الخطوبة طويلة، ولا مش مستعجل انت تخطب؟ عشان مش مستعجل ان انا اخطب. تمام. ماشي. علشان يا اسطى انا شايف دلوقتي ممكن اكون مش جاهز، ودي حاجه مهمه يعني الواحد يفكر ان هو جاهز ولا لا نفسيا، مش فلوس. انا لو معايا فلوس، او يا عم انا هقول ان انا معايا فلوس اخطب بيها، بس انا برضو مش شايف نفسي مش جاهز نفسيا، مش جاهز اصلا ان انا اقول بقى واحد تاني. انا مش عارف اقول نفسي، فاقول واحد تاني، لان انا بشوف حاجات كتير قوي من الناس المخطوبه دلوقتي، مش ناس معينه يعني، بس بشوف ان في هرجله كده. المعظم انا معاك المعظم. بشوف ان في هرجله كده. ليه؟ لان الناس مصدره لنا دلوقتي طول الوقت ان هم مخطوبين مبسوطين قوي، احنا اتخطبنا، احنا عملنا احسن فرح في الدنيا، عملنا احسن. انا مش عارف ايه فكره احسن فرح في الدنيا دي واحسن خطوبه فين، والفيرست لوك مش هتتجوزوا وتتلقحوا في البيت يا عم هم انا بالنسبه لي اتجوز عملت احسن فرح، بس ما قلتش كده عادي بقى. يعني في ناس اصلا بالنسبه لها اصلا مش قادره تعمل اللي انت تعمله اللي انت بتعمله، فخلاص اصلا خلي فرحك لنفسك وخلاص. بس يعني ما يعني مش ما ينفعش، انت حر. بس انا بحسها من الادب يا انا اول ما اتكلمت في الاول قلت ايه؟ قلت انا صح، قلت انا مش هعمل كذا علشان انا شايف ان انا مش جاهز نفسيا. هل ده حاجه تنطبق على الكل؟ انا مثلا لو جيت قلت لك انت عندك امتحان الاسبوع الجاي، هتفضل من هنا لحد الاسبوع الجاي تقول انا مش جاهز للامتحان. بس المفروض بقى عليك انت ايه؟ انت تحاول تجهز نفسك للامتحان ده، ومش هتبقى جاهز غير وانت في الامتحان. قبل الامتحان ب10 دقايق مش هتبقى جاهز للامتحان. فانا شايف ان مساله ان الجواز والكلام ده، انا لو فضلت كده هقول انا مش جاهز انا مش جاهز انا مش جاهز. لحد امتى بقى؟ هقول لك بقى ايه اللي هيخليني جاهز؟ معلش انا مثلا إن انا بس بقول لك كده دقيقه واحده. انا بقول لك كده علشان ان انت دلوقتي طول الوقت تفتح التليفون ماشي تتفرج على اي حاجه، هتلاقي الناس كلها دكاتره ومش عارف ناس في مشهورين في جامعات وناس انفلونسرز هيقعدوا يقولوا لك ايه؟ اتجوز اقصى قدر ممكن بسرعه، اتجوز، اعمل ايه هيسوي. انا مش عارف. طب ليه؟ طب ما هو انت الراجل ده قال لي ايه؟ قال لي ما تطبقش كل حاجه على كل الناس. طب هم ليه بيطبقوا كل حاجه على كل الناس؟ يعني ليه لازم اتجوز بدري؟ ليه بتحطوا الافكار دي في الناس؟ ليه بتحطوا افكار دي؟ يا عم هو البنت مثلا ما اتخطبتش في سن 25 و23 ولا 22 تبقى عيبه في حقها. ليه الحاجات دي كلها؟ حاجه هو راجل كبير ومر بالتجربه وعارف. يعني هل انا فاشل ان انا لسه لحد دلوقتي وعندي 23 سنه وداخل على 24 سنه ان انا لسه ما خطبتش؟ هم بيصدروا الصوره دي للشباب اللي ازاي. ماشي، بس انت برضه ما ينفعش توهم نفسك ان انت ما ينفعش توهم نفسك ان انت مش جاهز. مفيش حاجه اسمها مش ينفعش اوهم نفسي، انت لازم تبقى عارف نفسك. هو اصلا في فرق بين انت جاهز وانت مستعد. ممكن انت جاهز للامتحان وبالمنطق وبالورق، معايا فلوسها ومعايا مش عارف، معايا فلوس الجواز ومعايا فلوس كل حاجه، بس انت لو معاك الفلوس بس انت نفسيا مش انت حاسس ان انا لسه مش مستعد للامتحان، وده هتفضل حاسه غالبا. هتفضل حاسه لحد ما تموت. الصح انك تقعد قاعده مع نفسك وتعرف انت فعلا مش مستعد نفسيا ولا انت خايف. اصل اي حد بيخاف من التغيير. انت قاعد في بيت اهلك ومتعود على ان انت قاعد في الاوضه ديت وفي المكان ده، فجاه بتقول انا هخش مثلا لمده 6-7 شهور انا بجهز شقه وبجهز بيت وبجيب واحده من مش عارف ايه، وهعيش في مكان تاني مع ناس تانيين مع واحده ثانيه. حاجه مخيفه، هي طبيعي حاجه مخيفه، بس انت لازم تعرف هل انت خايف ولا انت بجد مش مستعد. انت بجد حاسس ان انت مش قادر دلوقتي تتحمل فكره ان انا في واحده اشيل مسؤوليتها وخلال 9 شهور ممكن بعد 9 شهور من دلوقتي يبقى عندي عيل ومش. هل انت خايف ولا انت فعلا مش مستعد؟ سواء انت مش مستعد ماديا مش مستعد ما اعرفش ايه، لكن انا شايف انت لو فعلا مستعد ماديا مستعد نفسيا لحد ما انت حاسس ان ممكن عندك فعلا قدره انك تشيل مسؤوليه، ما تعملش مصايب مثلا اخر 3-4 سنين، ما تعملش مش مطلوب، مش هربان من الجيش، مش معرفش ايه والشغل دوت. انت شخص سوي وعادي ومعاك وجاهز ماديا، وفي واحده فعلا بتحبها بغض النظر بقى عن الاستراتيجيه اللي انت حبيتها بيها، ما اعرفش مشاعر ولا منطقه التقييم والشغل دوت، اختار اللي انت عايزه يعني. بس انت فعلا وصلت ان في واحده انت بتحبها وهي بتحبك وجاهز ماديا، انا شايف ان انت فعلا لازم تتجوز حتى لو عندك 15 سنه. لازم. اصل بص، انا لو فضلت اقول انا مش جاهز امتى هجهز ذهنيا؟ بص، معنى ان انا مجهز يعني هنتكلم على نقطه الامتحان، معنى ان انا مذاكر ومجهز نفسي وجايب اقلامي ومظبط شنطتي وكل حاجه ومذاكر كويس، بس حاسس ان انا مش جاهز نفسيا، يبقى معنى كده ان انا خايف. يعني ايه مش جاهز نفسيا؟ هو لازم تبقى فعلا جاهز نفسيا، لو مستعد للخطوه. احسها ازاي؟ احسها انا عايز بجد ادخل شخص تاني في حياتي دلوقتي، انا عايز خلاص اخد الخطوه دي. طب ماشي، وهتحسها في فتره في حياتك. طب انا اقول حاجه، انت لو معنى ان انت اشتريت الشقه ورحت اتقدمت لاهلها واشتريت الشبكه، وما انت اتقدمت بناء على ايه؟ انا بتكلم على الخطوه اللي قبل التقديم، اللي هو انا عايز اتجوز. ماشي، انا عايز دلوقتي اتجوز. هو بيتكلم على كده صح؟ اهو ما بيتكلمش ان انت رحت اتقدمت وجهزت الشقه وبعد كده دلوقتي خايف، لا ده خوف. هو بيتكلم في فكره اصلا من البدايه.
هل انت ايه اللي بيدفعك يعني؟ اصل انا بشوف دلوقتي يا اسطى اي عيل صغير عنده 19 سنه مثلا معاه فلوس يا اسطى، يقوم جاي راح متجوز، يتجوزوا 3 4 سنين بعد كده يخلف له عليه 3 يقوم جاي مطلق. اصلا اقول لك حاجه، انا يا اسطى دلوقتي ناس كتير متضايقه اللي حواليا بتخطب دلوقتي اكيد وهم معهمش لا فلوس ولا معاهم القدر الكافي من اللي هي ايه الصحه النفسيه اللي هم يتجوزوا. يعني انا شايف ان دول ما يفتحوش بيت يا اسطى بيبقى على عبيط يا اسطى، على عبيط يا اسطى ما يعرفش يمشي. ماشي. طب ما انا دلوقتي يا عم ما ينفعش لو جبت واحد دلوقتي رفيع خالص وحطيته في الجيم هقول لك يا عم لا انا من وجهه نظري ده ما ينفعش للجيم. طب ما هو مع الوقت في الجيم هيزيد. أيوة انا دلوقتي لما اجيب واحد مش جاهز دي مسؤوليته واحطه هو. هيبدا يبقى ده مناسب. مقابله مختلفه. بس انا جبت واحد رفيع مش عاوز يشتغل في الجيم وحطيته في الجيم وقلت له اشتغل. يا اسطى انا هقول لك هو معلش مفيش. ممكن اقول هو حاجه مفيش. لا وهبدا هو مش عاوز. هو مبدا نفسيا ماشي لا بس كلنا عايزين. مين يا مش اسطى عايز؟ اسمع بقى. مين مش عايز؟ يحس لا يعني. لا مش لا عايز. اللي انت بتقوله ده غلط خالص. يعني مبدا اترمي أيوة. في البحر وهتعوم في البحر دوت هتتعلم العوم لما ترمي في البحر ده يا اسطى ما ينفعش مع كل حاجه. يعني ما ينفعش تجيب مثلا واحد اول مره يفهم حاجه في المفاعلات النوويه وحطه في مفاعل نووي ويقول لك ما هو ما هيتعامل. الجيم دي حاجه وانك اقصى ضرر ممكن تعمله ان انت ما تبنيش العضله ده عادي ما ما تبنيش عضله. لكن انت هتعمل بيت وتقول اصل انت اكيد هتتعلم. طب افرض ما اتعلمتش، افرض طلعت متخلف ومرمطت بنت ماشي. الناس وخلفت عيال فشختهم وهم في الاخر شخوا علينا في الشارع وما اعرفش ايه ده. لا طبعا. بس سؤال، طب هو امتى هيجهز؟ ازاي مالك يا عم يا مش عم؟ امتى؟ ازاي أنا هيجهز؟ إمتى؟ ازاي أنا هيجهز؟ إمتى؟ يكون فاهم يا اسطى، يكون فاهم اخلاق كويس، يكون عنده اخلاق يا اسطى. ماشي بص يعني مش اقول حاجه، الفلوس بس. اللي ما عندوش اخلاق يفضل ما عندوش اخلاق واللي عنده اخلاق يفضل عنده خلاص يا عم مش خلاص اللي ما عندوش اخلاق ما يا يتجوزش. باشا هي هتجوز النقطه في بنت كده. وساعات الجواز بيحل المشاكل اللي بتتكلم. ايوه لو واحد مبني صح وواحد ساعات متاسس الجواز صح. بيحل مشاكل الاخلاق، ساعات الجواز ساعات بس مش دايما. اول حاجه غالبا ما بيحلش وغالبا ما بيعملش حاجه غير ان هو بيجيب واحده يظلمها مع الشخص ايوه المؤذي. يعني انت ليه تظلم لو واحد بس بيأذي واحد أنفسه. مش مظلوم؟ ايوه يا عم انا دلوقتي راجل عندي بنت وجاء واحد يتقدم انا هسال عليه وهعرف لو لقيته مش مناسب مش هجوزه بنتي. لكن انا لو راجل لا، ده هو بقى اصلا بيقول لك لكن انا لو إيه؟ راجل بسمع بايظ بقى بيقول لك اصلا إيه؟ وعيالي بايظين بيقول لك ومش عارف ايه هجوزه يا عم هو خليه يقول لك خليها ده تروح. معاه فلوس وعيشته مرتاحه ومش عارف ايه فانا ماشي. طب ما ده ناس جهله بقى عندكم في المنوفيه يعني لا في كل حته والله. كل حته ما تغلطش في المنفعه. تعرف امتى كل واحد يجاوب عليك. تكون مستعد. امتى تحس او امتى تقول انا كده بقيت فعلا جاهز نفسيا للجواز. سيبك من الفلوس، انت عامل راجل غني كده كده معاك فلوس. امتى تقول انا فعلا جاهز نفسيا؟ ما ده اللي انا بساله من اول الحلقه. لو انا حطيتها كده انا مش جاهز نفسيا كده هفضل مش جاهز. هتعرف يا اسطى في فتره معينه هتحط في موقف تقول انا جاهز بقى دلوقتي. انت عاوز دلوقتي خلاص بقى انا دلوقتي جاهز. اقول لك امتى احس جاهز ان انا هروح افتح بيت، جاهز ان انا وانت هتعتمد على كده. افرض ما حسيتش لما اشوف ان انا فعلا عارف اشيل مسؤوليه نفسي. يعني لما بقى متاكد ان انا عارف اشيل مسؤوليه نفسي أيوة. لوحدي ماشي متفق وبذاتي معاك. تماما خلاص يبقى انا مستعد ان انا اخد جزء من اكمل بقى زود اي حاجه انك فعلا زي ما انا قلت محتاج وزي ما شايل انت شايل مسؤوليتك تماما لمده كبيره. مش بس انا بقالي شهرين ما رحتش لامي قلت لها عملت مصيبه. بقالك مده طويله انت شايل مسؤوليتك لوحدك وما عملتش مصايب وما عملتش حاجه وقاعد مستقر، اهلك مبسوطين، محدش بيتضايق منك، محدش بيشتم فيك، انت شخص مسالم بقالك 3 4 سنين. بحس اصلا انك تكون جاهز اما انك ممكن تضحي باي حد، ممكن تعمل اي حاجه اصلا عشان الست دي مثلا او عشان البيت ده ينجح، فاهم؟ بحس انك كده ممكن تكون جاهز فعلا انك تضحي بحاجه كبيره بالنسبه لك عشان الحاجه دي تكمل. جواز زي كده بص انت مش هتحس ان انت قادر تضحي غير لما تحط. اعتقد مفيش ماشي. خطه واضحه يعني. مش عارف بس هي كل واحد بيعتمد على نفسه يعني. كل أصل واحد لو في مشيتها حياته لو مشيتها بالاحساس دي مش هتتجوز. اقول لك اقل حاجه انك مثلا تكون عارف تربي عليك ازاي، دي اقل حاجه مثلا تكون اتليست مثلا. دخلنا في الاتليست. خلصت البالانس والبروسيس. جاست تدينا حاجه كده جروس جريدر. كان قاعد باصص هنا دلوقتي ده عبد بيفكر الله في حاجة هيديك حته والحوار. جروس جريدر. طب هل الشكل بيفرق في طبعا عشان دي اول حاجه انت بتشوفها قبل بقى كل الهجش اللي احنا قلناه في او في طول الحلقه ده اللي هو التقدير ومش التقدير والبالانس والكلام اللي اتقال ده. اول حاجه انت بتشوفها الشكل. انا وجهه نظري عن الشكل ان الشكل ده هو بيعمل اول حاجه محنك بس انا مخلص زي العامل الحفاز في الكيمياء. هو شيء بيحسن الحاجه اللي كده حلوه وبيسوق الحاجه اللي كده وحشه. يعني هي واحده شكلها حلو وعندها مثلا 50% مثلا حلاوه في الاهتمام، انت هتحس عشان شكلها حلو وهي 60%. لو هي عندها 80% حلاوه في الاهتمام انت هتشوف 80% تبقى مبسوط. حلو ده. حتى لو شكلها وحش قوي هتعديها. لكن هو شكل اصلا مجرد حاجه بتزود. الشكل بيفرق بس الفكره ان انت يعني ممكن واحده تعجبني مش ما تعجبكش عادي يعني. ايوه ماشي بقى الشكل بيفرق بالنسبه لكل شخص. فمفيش حد وحش بالشكل الكام مفيش حد حلو بالشكل الكام. يعني انا شايف لحد دلوقتي ان اسمها ايه مين الممثله اللي كانت مرات براد بيت؟ براد بيت. انجلينا جولي شايفها وحشه.
طب اقفل بقى السلام عليكم يا رجاله. هقول لك براد بيت ولا حلو. يا عم لا يا عم مش هقول كده. والله بشوفه وحش. طب والله براد بيت حلو. اقفل يا عم اقفل. اي واحده عايزه رساله لبراد بيت والنبي لو معاك رقم. زي ان انا مثلا دلوقتي مثلا وانا قاعد معاك عايز اعمل اكتر حاجات حرام في الدنيا، بس الواحد بيمسك نفسه. كلامكم شواذ قوي يا جدعان، كلامكم شواذ قوي. ارحمني يا ابني، ركز في ايه يا ماما يا عم ركز الكاميرا اتفتحت بصوت الواحد يس بجد والله لما قعدت افكر السؤال جه عليا مش لاقي حاجه اقولها. انا راضي باي حاجه والله بجد يعني عايز عاديه انا برضه كده يعتبر عايز اي حاجه برضه. لا بس انا لا انا اقول عايز عاديه عشان دلوقتي ما بقاش في حد عادي، كله بقى عايز يبقى اوفر دوز. سلم عليك. بس انا عايز بني ادم يعني. دايما في ناس لا وحاجه برضه مهمه جدا واحده بالنسبة لي. قاعده في اوضه دلوقتي برضه عامله كده بتقول انا انت بتتابع لا يا انت لو سالت اي بنت هي عايزه ايه هتقول لك انا عايزاه وسيم طويل 100 فوق ال 190 والله سم مش بتاع بشقر بتاع فوق بالليل